يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إذا أصابكم ضرر هم بعد أصابهم ضرر، وكذلك إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. إن الحقوق لا تؤخذ إلا انتفاعا، إن الحقوق لا تؤخذ إلا بالمقاومة. ولذلك ليبارك الله عز وجل هذه الأعمال الجليلة، وليبارك الله عز وجل هذه المواقف، وليسجل التاريخ موقف الكويت حكومة وشعبا يوم أن تخلى عنها العالم وتفرج القريب والبعيد على ما الله ينور عليك يا ابو سيد. الآن راح ضحيتها أكثر من 4000 شهيد، وأكثر من 13,000 مجروح، وأكثر من 700 طفل، وهدمت مباني. أنهم يتعمدون الإضرار، لكنهم ببقائنا ووقوفنا مع إخواننا نشد من أزرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قد أن بعض الناس سيخذلهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأمم ستخالفهم. قال: أينهم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأدنى في بيت المقدس، إنهم منصورون بإذن الله تعالى، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كل ما في القضية قضية وقت فقط، كل ما في القضية أن التاريخ سيسجل مواقف وسيسجل التاريخ أننا في يوم من الأيام وقفنا مع إخواننا، وهذا أقل ما نستطيع أن نقدمه لإخواننا في هذه الحرب الشرسة التي تكالب عليها الجميع. أنا طبعا قلت أضرب واحدة بتسكامة. الله عز وجل أن يملأ بيوت وقلوب اليهود نارا كما ملأوا غزة نارا، إنه سميع مجيب. شكر الله لكم تجمعكم وحضوركم ومحاضرتكم، صحافة وإعلام وأفراد وجماعات وجمعيات وحكومة، لهذا الموقف المشرف يسجله التاريخ وسيذكره الأبناء جيل من بعد جيل، أن آباءنا وأجدادنا كان لهم موقف مشرف مع القضية الفلسطينية. وفق الله الجميع وأنزل الله الخير والرحمة والبركة على